يلا احنا دردشنا مع بعض وكنا بنتكلم على موضوع القدرات والمهارات. لما المهارات تكون مهارة حلوة، اي مهارة في الدنيا هي حلوة. دايما بتخيل ان لما الدنيا دي كلها ما تبقاش فيها غير شقة واحدة بس او بيت واحد بس مكون من 4 بني ادمين مثلا. 4 بني ادمين دول هم دول اللي هيعيدوا الحياة تاني، يعني هيكملوا الحياة والكون ده كله خلص. فبتخيل ان ال4 بني ادمين اللي عايشين مع بعض دول هيبقى عندهم كل واحد فيهم مهارات مختلفة وصفات مختلفة عشان يقدروا يكملوا الحياة اللي جاية من الفكرة بتاعت نوح. يعني الفكرة ما وراء القصة يا جماعة، هي الفكرة ان كل الكتب اللي احنا بنقعد نقراها بتاعت الكتب السماوية واللي احنا المفروض بنمشي وراها في فكرة ورا القصص. مش القصة بس، القصة مش هي الفكرة. فكرة ورا القصة، مش القصة هي الفكرة. اوكي، فاحنا مش بنبقى حافظين بس القصة ومتخيلينها كده، هي اصلا اوسع من كده بكتير. نتخيل بقى ان موضوع نوح والمركب والبيرز، الجوز اللي اتحطوا، ليها افكار كتير ممكن تطلع من القصه دي. من ضمنها بقى ان انت ممكن تبقى انت بيتك اخر بيت ممكن يكون موجود على الارض، فولادك وولادك عندهم صفات مش موجوده عندك وعكسها تماما، يعني موجوده عكس صفاتك تماما. فعشان كده بنشجع ان كل بيت يبقى عارف ان احنا لازم نكون مختلفين. تخيل احنا كلنا كنا نجارين، فما فيش حد هينفع مثلا يصطاد كده. تخيل كلنا بقى صيادين، فمش هينفع حد مثلا يبقى يبني البيت، فلازم يكون في نجار، لازم يكون في صياد يجيب لنا الاكل. حاجات مختلفه في نفس البيت علشان نقدر نعيش واحنا متزنين وننمو واحنا متزنين وعايشين، عشان ما نموتش واحنا عايشين. طبعا الكلام ده لو حتى الاهل عرفوه ففي اماكن كتير جدا ممكن ما تخليهوش ينجح. المدرسه، الحضانه، كوتشز في تمارين، وحتى الشغل بعدين. هم دول كلهم بني ادمين وعايشين بالخوف، عايزين يطبقوا اللي هم شايفينه مظبوط وعايزينه يبقى احسن شكل، اتقان الاتقان. ودايما عايزين نكون يونيفورمد ونفضل ندور على الناس اللي شبهنا بس، وما نبقاش قادرين نستحمل ان احنا نتعامل مع ناس مختلفين عننا. نبقى فرحانين جدا بالاغاني اللي بتقولك ان احنا الحمد لله لقينا ناس شبهنا، ومش طايقين نفسنا لما نتعامل في اي علاقه. ممكن يكون حد فينا عنده صفات تانية مختلفة ممكن تكون هي كويسة جدا بس احنا مش قادرين نستحملها. دايما هيكون في الحاجات اللي احنا ممكن نرفضها، ولكن لما نبقى احنا ماشيين ودايما عايزين اللي قدامنا يبقى كوبي بيست مننا ومن افكارنا ومن احتياجاتنا اللي هي اصلا مبنية على احتياجاتنا واحنا صغيرين، اللي ما كانتش اصلا متلبية واحنا النهاردة رايحين بقى عمالين نعيش في الدنيا وندور ونشوف مين اللي هيلبيها لنا، هي دي هتبقى المشكله كبيره. احنا تقريبا كده بنعيد وبنزود في الارض نفس الناس بالظبط بنفس التعب ونفس الاكسبيرينسز اللي احنا خدنا بيها قبل كده، وعايزينهم يستنوا موجودين في الارض كانهم امتداد لينا.